يومنا النهارده من باريس هنزور سراديب الموتى. تحت الأرض ب20 متر وعلى امتداد 350 كيلو متر، ملايين من الجثث موجودة هنا من أكتر من 500 سنة. زنزانة مساجنها أموات وسجنها هو الموت نفسه. شبح الموت زار المكان ده أكتر من 6 مليون مرة. الفيديو ده مش معمول لأي حد بيخاف أو قلبه ضعيف. سراديب الموتى. عايز لكم حالة من الرعب والذعر في نفس الوقت، الجو برد قوي. هنعرف معلومات أكتر عن سراديب الموتى وإزاي وصل 6 مليون جثة بني آدم للمكان ده واتدفنوا في مكان واحد. قبل ما نبدأ جولتنا النهاردة ما تنسوش تدعمونا كالعادة وادونا اللايك والفولو، ويلا بينا ناخد جولتنا النهاردة في سراديب الموتى. طيب بما ان اليوم النهارده صعب شويه وكله سراديب وموتى، هنطلع دلوقتي اوريكم مكان الاول. لازم لما تيجوا باريس تروحوا تتصوروا هناك، وبيشوف البرج من مكان مميز جدا وكل الناس بتيجي تتصور فيه. خلينا نبدا يومنا كده في الرايق الاول قبل الاكشن. تخيل البلاعات العاديه دي في الشارع تكون ممر للسراديب تحت الارض، ممتده مئات الكيلومترات تحت. شبكه عنكبوتيه يا جماعه رهيبه. خلاص انا لقيت لكم اسم الشارع اهو. ده اسم الشارع. تتصور على برج ايفل. مفيش عربيات، مفيش عجل، مفيش موتوسيكلات، مفيش اي حاجه تخش غير الناس وغير البشر والسواق. ناخد كام صوره جامده كده ونمشي من هنا على طول. يلا بينا. دي الاوبرا بتاعتهم، والمنطقه اللي احنا فيها دي او الميدان اللي احنا فيه ده شبه وسط البلد قوي. يعني بص المباني عامله ازاي. تعالوا نتحرك بقى ونفطر فطار سريع خفيف فرنسي ونشوف بقى الناس دي بتفطر ايه. وانتوا مع الفطار الخفيف ولا التقيل؟ يعني كل واحد كده يقول لي في بلده بيفطر ايه الصبح. احنا بنفطر فول وطعميه واومليت. بصراحه انا بحب البروتين اخده من البيض الصبح، بيبقى جامد. قولوا لنا كده بتفطروا ايه. يلا يومكم زي العسل. المهم رحنا المكان ده يا جماعه، الكرواسون لغايه الساعه 12، فاللي عايز كرواسون يجي بدري شويه. مكان من اجمل الاماكن او من احسن الاماكن اللي بتعمل كرواسون. انا هوريكم الطابور عامل ازاي. يعني الحمد لله ان احنا ما لقيناش كرواسون، لان كنت واقف في الطابور ساعه لوحده. ده الطابور. الطابور عامل ازاي؟ ولسه كفايه ولا ايه؟ انا مش مصدق والله العظيم، يعني في حد يقف في طابور زي ده عشان يجيب كرواسون؟ ليه يعني؟ انت لو مكانهم هتعمل كده ولا لا؟ تعالى خدكوا جولة جوه المسجد الكبير في باريس، ويعتبر من اقدم المساجد في اوروبا الغربيه دي كلها، واتبنى زمان قوي 1922. وساعتها الحكومه الفرنسيه في الوقت ده اتكلموا مع السفاره العثمانيه بتاعت الدوله العثمانيه في الوقت ده. يعني تخيل انت كانت من امتى القصه دي. واتبنى في الاخر على الطراز المغربي برضو، لان فرنسا كانت متاثره قوي. هي ما كانتش متاثره، هي كانت حاطه على العالم كله، فكانت فرنسا كمان متاثره بالدول كمان اللي هي محتلاها. زي ما هي بتاثر في الدول دي، فالدول دي كمان بتاثر عليها، وباين لغايه النهارده. فكانت متاثره جدا بالدول اللي محتلاها، سواء كانت عربيه او اسلاميه في شمال افريقيا وفي الوطن العربي. فالمبنى اتبنى على الطراز المغربي. تعالوا ناخد جوله سريعه جوه المسجد، يعتبر من اجمل واكبر المساجد في باريس كلها. يلا بينا. عايز اقول لكم ان المسجد من جماله عايز حلقه لوحده. تفاصيل في كل حته
حلو قوي، راحه نفسيه غير عاديه. الساحه اللي بره واسعه وجميله ومريحه وتهدي اعصابك بطريقه رهيبه. التفاصيل في كل حاجه غايه في الجمال والروعه. ارضيات، السقف معمول ازاي، الحيطان والالوان بتاعتها، الشغل بتاع الخشب في المشربيات وفي البيبان وفي الجزء بتاع السقف، حتى المأذنه كمان معموله بشكل هو مش مختلف، هو يعني طابع مغربي جدا جدا وباين قوي على المأذنه. اتفرجوا عليها وقولوا لي الطابع بتاعها شبه انهي مأذنه بالظبط. خلصنا جولتنا هنا في المسجد الكبير في باريس، وهنتحرك على طول على سراديب الموتى. يلا بينا. وصلنا الكاتاكومبس او سراديب الموتى في باريس. هو المبنى اللي ورايا ده، دي نقطة الدخول. طابور بقى طويل زي ما انتم شايفين. طب معاك تيكت بتخش على طول. هنشوف الدنيا فيها ايه. معانا 3:30 خلاص 10 دقايق ونخش ان شاء الله على طول. وانا متحمس ومقلق في نفس الوقت، يعني الاجواء تحت بيقولوا برد قوي. نشوف بقى الدنيا. يلا بينا. من الأول كده في شوية حاجات. لو عندك فوبيا من الأماكن المغلقة اوعى تفكر تروح، ولازم تبقى عامل حسابك لما تروح إن مفيش هناك حمامات، فتبقى مظبط وقلل مية من بدري. وأخيرا الجو هناك تلج زي ما هتشوفوا كده، فاعمل حسابك وخد تقيل. ده رحلة النزول يا جماعة تحت الأرض. بيقولوا من 20 ل 25 متر تحت الأرض، لك أن تتخيل. يعني تقريبا 10 أدوار 10 أدوار تحت الأرض، عمارة تحت الأرض. أكبر مقبرة في العالم، مش هتصدق اللي هتشوفه. أي حد بيخاف من الأماكن المغلقة المكان ده مش ليك. خلونا نحكي بسرعة إيه قصة الكاتاكومب أو سراديب الموتى في باريس، واتعملت ازاي واتكونت ازاي. عايز اقول لكم في القرن ال12 بداوا يحفروا الانفاق دي. ليه؟ عشان ياخدوا منها الصخور ويبداوا يبنوا بيها باريس نفسها، المدينه نفسها. بعد كده في القرن ال18 حصل ازمه ان المقابر كلها بتاعت باريس بدات تكتظ جدا بالجثث وتتملي على اخرها، وبقت خطر جدا على الصحه العامه للناس اللي عايشه في باريس. فينقلوا العظم فين؟ بداوا ينقلوه من المقابر دي كلها للسراديب تحت الارض اللي احنا شايفينها دي، واللي جمعت 6 مليون جثة بني آدم أو عظم بني آدم، وبدأوا ينقلوها كلها لهنا. عايز أقول لكم 6 مليون بني آدم عظمهم متجمع كله تحت الأنفاق دي. الأنفاق دي ممتدة 350 كيلو متر تحت باريس كلها، اللي مفتوح منها إن احنا نقدر نزوره 2 كيلو متر بالظبط اللي احنا ماشيين فيهم دلوقتي. السؤال بقى هنا المهم جدا، هل أنت مع نقل الجثث وعظم الناس احتراما للجثة واحتراما لحرمة الميت؟ هل ينفع ننقلها؟ انت مع ولا لا؟ اكتبوا لنا في الكومنت تحت رأيكم في الموضوع ده. طبعا لأن الشوارع فضلت تقع بدأوا يرمموا الأنفاق، والموضوع ما كانش سهل. في حتت ظبطت من أول مرة، وفي حتت تانية احتاجت من 60 ل 70 محاولة. فكانوا بيكتبوا على طوبة احتاجوا كم مرة يرمموا الحتة دي وخلصت سنة كام. زي اللي قدامنا دي بالظبط، خدت 5 محاولات وخلصت سنة 1847. بصوا يا جماعة، أنفاق تحتيها أنفاق. بصوا المنظر ده، نفق وتحتيه ماشي نفق تاني، شبكة عنكبوتية رهيبة، وباب هناك اهو. احنا على أول المدخل اللي كله بقى عظم. أنا قلبي اتقبض والله العظيم. انتوا مش متخيلين المنظر عامل ازاي. تعالوا نخش ناخد جولة جوه، مش قادر اتكلم. العظم في كل مكان، مئات الالاف ايه، ملايين القطع من العظم، وملايين الملايين مرصوصه بطريقه غريبه جدا فوق بعض، شكلها مهيب مرعب. حاطين العظم طبقات، الجماجم محطوطه طبقات، عاملين بيها في بعض الاماكن زي صليب لان هي جايه من الكنايس. كل دي معظم المدافن بتاعت الكنايس في وسط باريس وعلى اطراف باريس كلها اتنقلت هنا في سنة 1800 وحاجة. معظم التواريخ هنا 1800 1850 1840 وهكذا. هنا يا جماعة اسم المكان اللي اتنقل منه الجثث وتاريخه ومحطوط مع بعض في نفس المكان. يعني دي المقبرة الفلانية اللي اتنقل منها الجثث دي. الناحية التانية نفس الكلام، دي المقبرة الفلانية سنة 1848 اتنقل منها الجثث دي كلها. عايز اقول لكم ان الانفاق دي ممتدة تحت المترو، تحت الصرف الصحي، ممتدة امتداد رهيب وفي كل مكان.
فهم بدأوا يقفلوا كل الحاجات دي ويقفلوا كل البلاعات، وشرطة مخصوص اتعملت عشان تمنع الناس اللي هي بتهرب في الأماكن دي إن هي تخش. وزي ما قلت لكم لسببين، السبب الأولاني إن هو يحافظوا على الناس دي، لأن هي لو تاهت مش هتعرف تطلع، لأن أنت ما عندكش شبكة، ما عندكش نت، ما عندكش لاسلكي، مفيش أي حاجة شغالة تحت، أنت اتعزلت عن العالم تماما مع الجثث دي. بس الحاجة التانية إن هم يحافظوا على العظم ويحافظوا على حرمة الجثث اللي موجودة هنا، ويحافظوا على كل حاجة موجودة تحت الأنفاق دي. عايز اقول لكم كان في حادثه مشهوره قوي سنه 2008، واحد تاه في الانفاق اللي تحت دي ولقوه بعد يومين من البحث كان بيموت حرفيا، يعني كان تقريبا خلاص بيموت. وفي ناس نزلت ما يعرفوش عنها حاجه وفعلا ماتت، وفي ناس بتاخدك تنزلك تحت تسرقك وتتوهك تموت انت وتطلع هي عادي جدا. كل الحاجات دي موجوده وخطر جدا جدا، وما انصحش اي حد يعملها، واحنا ما ينفعش نعملها وما ينفعش نخاطر، لان هي غير ان هي خطر فعلا، انت بتعمل حاجه غير قانونيه في فرنسا. شوفوا مع حجم العظم قد ايه، بصوا مصوص ازاي، بصوا المنظر كل ده وفوق بعض وبيتملي للاخر. بصوا هنا ده جزء تاني اهو ومكمل جوه النفق، ومقفلين بقى اجزاء كتير زي كده، سايبين جزء صغير مفتوح نبص عليه. بصوا المنظر جوه مفتوح مقفول، والممرات بقى متاهه يمين وشمال وتاني وباب تاني اهو، وعظم يمين وعظم شمال. بصوا الرصه دي، بصوا تحسوا ان هو بيتفننوا وهم بيرصوا العظم. بصوا ازاي، بصوا عظم سايب، العظم سايب فوق. طبعا ممنوع لمس العظم، بس العظم سايب زي ما انتم شايفين فوق. بصوا 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 هنا العظم ده، بصوا عامل ازاي، بصوا مرمي جماجم مرمية فوق. بصوا المنظر، بصوا المنظر هنا، جماجم مرمية ازاي فوق وش، منظر مرعب بصراحة. تاني هنا بصوا بيرصوا ازاي، جماجم عظم جماجم عظم جماجم وهكذا. الدنيا رهيبة جوه بصراحة. الجمجمة تقريبا حمل عليها جامد فلقت منه. بصوا حاطين العظمة دي عليها. عايز اقول لكم كمان ناس كتير جدا مشهورة او كانوا ابطال في حروب او كانوا قيادات في وقت ما، برضو عظمهم هنا وسط الناس دي. هم ايه، قال لك هننضف باريس خلاص، هنشيل كل الكلام ده نحطه هنا. غريبة جدا. عايز اقول لكم بلاعات اللي في الشارع في منها منفذ على هنا، يفتحوا البلاعة وينزلوا، لك انت تتخيل يفتح البلاعة وينزل. فالشرطة لما عرفت اماكن البلاعات دي بدأت تلحمها ويكتشفوا بلاعات تانية ويكتشفوا اماكن تانية للدخول، ويكتشفوا حتت من عند الانهار للدخول. حوار صعب وغريب جدا، من اغرب القصص والاماكن اللي عملها البشر في العالم كله. زولوكل المكان ما بيخلصش والله العظيم. ده بيقولوا الحته دي حته صغيره جدا من المكان، 2 كيلو بس المفتوحين من 300 كيلو، لك ان تتخيل. عظم في كل مكان، المنظر صعب جدا، يعني يكتم على نفسك كده، تحس ان انت مخنوق، تحس بخنقه كده وانت ماشي في المكان ده. ميكس مشاعر مع بعض غريب جدا بصراحه، متضايق وقبضة نفس ومش مرتاح في وجود كمية العظم دي كلها حواليك يمين وشمال، ممرات كلها يمين وشمال. مش لاقي حاجة اقولها، بس المنظر صعب، مش مرعب يعني، مش بيخوف، بس في تقل كده على صدرك وانت ماشي في المكان ده. لسه مكملين في الممرات، هنكمل تاني شوية كمان نفرجكوا على بقية المكان والعظم. بننقل الصورة وبننقل المكان وبننقل فكرة حصلت من مئات السنين، يمكن من 200-300 سنة، ناس فكرت فيها وعملتها ونفذتها فعلا. والنهاردة زيارة، الناس بتيجي تزورها من كل مكان في العالم، عدد الزيارة تقريبا 300,000. المكان اللي ورايا ده العظم ممتد لغاية جوه بتاع 3-4 متر، أنا شايفه من عندي. بصوا هنا مثلا الحيطة لغاية فين، كل ده عظم مرصوص.
اهو شو الناحيه. بص العظم واصل لغايه فين؟ لغايه هنا. الناحيه التانية واصل لغايه هنا. وهنا طبعا عظم تاني داخل واصل من الناحيه التانية. طبعا الناس اللي كانت ماشيه حواليا كلها اختفت فجاه، وانا مفيش غيري وصوتي. الحقهم بسرعه. ومرات السقف بينقط ميه، مرات رهيبه مش ممكن. تخيل الناس اللي بتخش بقى السراديب اللي هي متاهه ومعهمش ولا شبكه ولا نت ولا GPS ولا اي حاجه. الناس بتخش وفعلا ممكن تتوه، ممكن تموت، ممكن ايه. كفايه الرعب اللي انت عايش فيه. ممرات ومجاري، شبكه رهيبه من الانفاق تحت باريس، مرعبه حرفيا. ايه ده؟ اصلا الجو برد جدا كمان، الجو كمان برد جدا. بص العظم ضاغط على بتاعه خارج لبره، قافلين عليه بشبكه. سنة 2017 في شابين عندهم 16-17 سنة دخلوا جوه وكملوا وتاهوا، وبعد عمليات بحث استمرت ل3 أيام الكلاب عرفت توصل لهم وأنقذوهم. بس قبلهم بسنين كتير في واحد عمل مغامرة وحب يدخل لوحده وما قدروش يوصلوا له إلا بعد 11 سنة، وسبحان الله لقوا جثته قريبة جدا من مخرج من المخارج، بس كان مات. ايه ده؟ بصوا الرصه رصيصها ازاي. انت رصيصها ازاي كده؟ يعني انت رصيصها ازاي كده؟ جماجم عظم في ايه يا عم؟ انت لو شغال بمزاج مش هتعمل كده. ايه ده؟ بص المنظر، بص الرصه، بص المنظر رصيصها ازاي. انت ايه يا عم تعمل فن؟ ايه ده؟ عظم ناس يعني. فهمني انت كنت عامل دماغ ايه لما رصيت الرصه دي؟ بجد والله مش طبيعي. ايه الرصه دي؟ ده واحد عامل دماغ. طبعا هنا بقى هم مأمنينها ومروقينها، والسقف امان عشان برضو في اماكن السقف بيقع نهار فيها، فهنا مأمنين كل حاجه بصراحه، يعني امان 100%. مفيش اي حاجه، بتخش تتفرج على كل حاجه وتطلع بالسلامه. لكن الانفاق التانية مالناش دعوه بيها، اللي رايح مفقود. يلا بقى نطلع بقى 20 دور سلم، 20 دور. الصوت ده شغال. انا خلصت والله العظيم خلصت. طالعين بتاع 20 متر. هو في ايه؟ الواحد نفسه اتقطع. يا خارجين. انا فرحان قوي ان انا خارج، والله العظيم فرحان قوي ان انا خارج. بتحس احساس غريب جدا اول ما تخرج، يعني بتحمد ربنا ان انت خرجت مبدئيا بجد والله. تحس انت رجعت للحياه من تاني. يعني لك ان تتخيل انت كنت تحت جثث واموات والوضع صعب جدا، حياه وناس بتجري في الشارع وعربيات ماشيه. انا مش مصدق، انا مش متخيل. يلا الحمد لله على السلامه ليا وليكوا، تعيشتوا معايا. يلا انا مش مصدق والله، دول عاملين شوب تشتري جمجمه. انا عاجبني التيشيرت ده قوي. يا رايق قوي. ايه ده؟ انا عايز بندانه من دي. نجيب بندانه ولا لا؟ اكتبوا لنا في الكومنت بسرعه. تخيل المحل كله قايم على صور الجماجم والجماجم. هو ايه ده؟ بص المنظر. رعب ايه اللي بتتكلم عليه؟ رعب ايه؟ انت شايف ورايا جمجمه بني ادم. رعب ايه؟ مفيش رعب ولا حاجه. الدنيا سهله وجميله ولذيذه. انا ببص انا ببص في الشاشه كل مره بيجي لي زوار رعب. عايز اقول لكم في كذا حل للتيكت. ممكن تجيب تيكت رخيصه شويه تحجزها قبلها بيوم بالليل، وممكن تحجزها قبليها بفتره دي تقريبا 29 يورو. لو هتحجزها قبلها بيوم بتبقى ب15 يورو، بس مش ضامن ان انت تلاقيها. عايز اقول لكم اللي ورايا دي سفاره روسيا، حاطين عليها حراسه رهيبه، ماليش دعوه بيها. ازاي نقدر نوصل لسراديب الموت؟ عندك طريقتين. الطريقه العاديه التقليديه ان احنا نقطع تذكره ونخش ونشوف الجزء المفتوح والمسموح والمتامن واللي السقف بتاعه تمام والدنيا امان. والجزء الثاني في ناس بتهرب لتحت، لان ده 350 كيلو متر. لك ان تتخيل مساحه رهيبه يا جماعه من الانفاق تحت الارض، من كل مكان تقدر تلاقي اماكن. بس هم عملوا لها شرطه مخصوص
عشان الناس اللي بتهرب تحت الارض يمنعوهم. خلص فيديو النهارده وخلصت جولتنا في سراديب الموتى في باريس. يا رب تكون القصه عجبتكم ويكون الفيديو كمان عجبكم. ما تنسوش تدعمونا كالعاده وتشاركوا الفيديو مع كل حبايبكم واصحابكم. سلام.